ما الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل والتراويح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل والتراويح: قيام الليل هو قضاء الليل كله أو جزء منه بأداء عمل صالح، ويشمل ذلك الصلاة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ونحوها من العبادات، ولا يشترط أن يكون ذلك طوال الليل، فقيام ساعة يعد قياما لليل. وقيام الليل يعني صلاة التطوع من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. أما التهجد فيختص بالصلاة فقط، وقد حصره بعض العلماء بالقيام للصلاة بعد النوم. وقال أكثر الفقهاء أن التهجد يكون بصلاة الليل مطلقا سواء قبل النوم أو بعدها، فيظهر من ذلك أن قيام الليل يشمل التهجد، إذ يدخل فيه معنى الصلاة قبل النوم أو بعدها، ويشمل عبادات أخرى. وقد ذكر قيام والتهجد في القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وعن التهجد قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويطلق العلماء على صلاة قيام الليل في رمضان اسم صلاة التراويح، كما يمكن أن تسمى تهجدا. صلاة التهجد يطلق مصطلح التهجد في اللغة على النوم والسهر، وهو مشتق من الهجود، وهجد الرجل أي نام بالليل. ويطلق أيضا على الصلاة في الليل. وقد فرق معجم لسان العرب بين المتهجد والهاجد، فالمتهجد هو من قام للصلاة في الليل بعد النوم. أما الهاجد فهو في الاصطلاح الشرعي يعبر التهجد عن الصلاة التطوع في الليل من غير الفريضة. والتهجد مصنون في الشرع، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعد فريضة أخرى غير الفرائض الخمس، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي التهجد، وأقل التهجد ركعتان باتفاق الفقهاء، في حين تعدت آراءهم في أكثرها. فذهب الحنفي إلى أن أكثرها 8 ركعات، ورأى المالكية بأن أكثرها إما 10 ركعات أو 12 ركعة، ولم يحدد الشافعي والحنابلة صلاة التهجد بعدد معين، وأفضل وقته الثلث الأخير من الليل. وقيام الليل يعني استغراق المسلم الليل كله أو ساعات منه بأداء عمل صالح كما سبق الذكر، كتلاوة القرآن أو طلب العلم أو سماع القرآن أو الحديث أو ذكر الله تعالى وتسبيحه أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. وقد ورد في هذا القيام قوله النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وقيام الليل مشروع باتفاق الفقهاء، وهو عند الحنابلة والحنفية سنة، وعند المالكية مندوب، أما عند الشافعية فهو مستحب، وهو آكد في رمضان لما يترتب عليه من أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو مستحب في باقي أيام السنة، وأفضل وقته الثلث الأخير من الليل. التراويح لفظة المفردة الترويحة، وتعني استراحة النفس. وقد أطلق لفظ التراويح على صلاة القيام في شهر رمضان، لأن المصلين كانوا يستريحون فيها بعد كل 4 ركعات، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح في قيام بالليل بين كل 4 ركعات. وصلاة التراويح من النوافل التي تسن لها الجماعة، وهي سنة مؤكدة أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلاها في الصحابة عدد من الليالي ثم انقطع عنهم بعدها لأنه خشي أن تفرض عليهم. واستمر عليه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ المسلمون عليها إلى الوقت الحاضر.